غابة عين شقف يعتبرها الناشطون البيئيون رئة فاس والجهة، أما الوادي فأيام الحر تعيده إلى واجهة الحدث كملاذ للباحثين عن إطفاء ظمأ الصوم وحرارة الصيف بالرغم من تقلص مجاله بفعل عبث العابثين وعوامل الطبيعة. مثلا كيجيو الابناء واولياء الامر ديالهم باش يجيو يتمتعوا بهذا العين بهذا الماء الصافي والبارد جدا، علما ان جميع المسابح تقريبا بفاس كلها مغلوقه. ما كاينينش هنا في مدينه فاس شي مساحات او شي واد فين نعوموا. دابا تلقى لي بيسين زادوا فيه الثمن، دابا ولاو تيحسبوا من الصغير للكبير 40 درهم 75 درهم، والناس كلها تجي لنا تلقى الراحه والتبرد وفابور الحمد لله. صيفة استثنائية وتزامنها مع الصيام يقتضي اجتهادا خاصا من لدن الساكنة أمام ضيق سعة اليد لمن أراد زيارة بعض المسابح، زيادة على نذرة المرافق والبحيرات القريبة من المدينة، ليقع الاختيار على وادي عين شقف. دي بيسين في رمضان مثلا يديرهم بواحد الثمن يعني معقول، بنادم يدخل مثلا هو والعائله ديالو 6 الافراد ولا 7 الافراد ما يمكنش انه غيخلص 75 درهم للفرد. نطلب من الناس غير يحافظوا على هذا الشويه اللي بقى لنا ديال الماء، هذا الواد هذا هو اللي كان تقريبا فاتنا ويعاونونا. وادي عين شقف ورغم تراجع مداه يظل بطريقة أو بأخرى موئلا للبسطاء، ليكون مطلب الحفاظ على مثل هذه المتنفسات ضرورة وغاية بيئية تتجاوز الكماليات ونشوة الطرف